يا تقول يا تسيبني اكمل اكل. تصدقي بالله انا غلطان بجد اني بعبر واحده زيك كده. يكون احسن. قال ايه عايز يعمل اتفاق معايا انا وعلى مين؟ على ابويا وابوه. هاي، عاملين ايه يا احلى واجمل ناس في الدنيا؟ وحشتوني من القصه اللي فاتت، والنهارده كاتبالكم قصه جديده. وللي لسه ما يعرفنيش انا مريان. ما تنسوش لو قصه النهارده عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت واشتركوا في القناه علشان تتضموا لعيلتنا اللي هتكبر بيكم. ويلا نبدأ في قصتنا. ايه انت عندك اجتماع النهارده ولا ايه؟ ايوه يا ستي، عندي اجتماع مع المدير ومع اللي ما يتسماش ده كمان. اوبا، الحرب هتقوم النهارده. بس يا خفيفة مش فايقالك. طب قوليلي بس الموضوع على ايه؟ موضوع ايه؟ الاجتماع عن ايه؟ مش عارفة، بس انا مش مطمنة اني معاه في اجتماع واحد. خير خير. بص يا نور، لو على الكنابل انا معايا تاخدي قنبلة تحدفيها عليه اول ما تخشي. بس يا ريم انا هروح علشان متأخرش بقى. ازيك يا زين؟ ازيك يا نور؟ بخير يا فندم. ازيك يا نور، عامله ايه؟ ها يا فندم، حضرتك كنت عايزنا في ايه؟ يعجبني يا نور فيكي انك عندك الشغل اهم حاجه فعلا. ودلوقتي في فوج جاي من بره علشان يشتري كام ارض من عندنا، في منهم المصري وفي منهم الاجنبي، واحنا محتاجين نكون مجهزين ليهم كل حاجه. مش بس الاراضي اللي هيشتروها، لا كمان يتفرجوا على البلد، اهرامات، اقصر، اسكندريه، اسوان، كده يعني. ايوه يا فندم، بس احنا دورنا ايه؟ مش فاهم. انتم هتكونوا معاهم خلال اجازتهم وزي مرشدين كمان ليهم. نعم. طب يا فندم ما نجيب لهم مرشد سياحي يكون معاهم احسن. ايه يا نور، ده انا لسه بقول عليك الشغل عندك اهم حاجة. وبعدين احنا مش عايزين ندخل اي حد في شغلنا، واكيد انتم ليكم نسبة في الموضوع ده. بس يا فندم مفيش بس، انتم تروحوا تجهزوا نفسكم لانكم بكرة هتكونوا في شرم، وانا جهزت لكم طيارة بالليل، يلا على بيوتكم. ايه يا نور؟ في ايه بس بقى يا ريم؟ لان انا دمي محروق حقيقي. في ايه اللي حصل؟ المدير عايزني انا وزين نسافر علشان في فوج ليه شغل معانا وهنكون معاهم لمدة اسبوع. واو، يعني هتسافروا فين؟ يعني هو ده اللي هيفرق؟ ايوه بس قوليلي هتسافروا فين؟ بس هنسافر يا ستي شرم الشيخ. طب اجي معاكم. طب ايه رأيك تروحي بدالي؟ ايه يا نور، انت عايزاني اترفد فيها ولا ايه؟ طيب خلاص انا ماشية علشان الحق اسافر بالليل. الله، انتي وصلتي امتى؟ اهو وصلت وخلاص. انا عارف هي رحلة فلة وباينة من اولها. ايه بتقول حاجة؟ لا ما بقولش، انا هنام احسن. يوه، دي نامت دي ازاي بس؟ يا ربي الواحد كتفه وجعه. يا نور، يا نور، ايه ده؟ مالها دي؟ ماتت؟ يا نور، يا نور، ايه ده؟ يا كتفي. ايه مالها دي؟ اتطرشت ولا حصل لها ايه؟ يا نور، انت يا بنتي اصحي، خلاص وصلنا. يوه، في ايه؟ ايه ده؟ انت ازاي اصلا تحط كتفك تحت دماغي؟ لا والله انا برضو. قومي يا اختي هننزل، ما انا بقول شكلها رحلة فل علينا. ايه بتقول حاجة؟ بقول يلا علشان نخلص الاجراءات. بقولك ايه، ما تعرفش في عربية ولا هنطلب اوبر؟ لا يا اختي، في عربية طبعا. طيب يلا يا اخويا نروح الفندق، خلينا نخلص. وفعلا ركبوا العربية مع بعض، زين سايق ونور جنبه، محدش فيهم بيتكلم. واول ما وصلوا الفندق. خليك انت هنا وانا هروح اشوف اوضنا واشوف الفوج وصل ولا لا. وتروح انت ليه؟ ما اروح انا. ده احنا هنبدأها من اولها. تعالي يا نور معايا، خلينا نخلص. يلا يا اخويا. لو سمحت، كان في... ونور ما ادتلوش فرصة ان هو يكمل كلامه وراحت ردت. كان في اوضتين باسم نور الاسيوطي وزين الاسيوطي. هو حضراتكم اخوات؟ لا، ده تشابه اسماء بس. انا اسف يا فندم. اوضة 35 و36، والفوج اللي مع حضراتكم لسه هيوصل بعد ساعتين. تمام شكرا. ونور اخدت مفتاحها وسابت زين وراها ومشيت. وزين وراها قاعد يضرب كف على كف منها. وطلع كل واحد على اوضته. وبعد ساعتين كانت نور نزلت بتستقبل الفوج السياحي وبتساعدهم في تسكينهم لأوضهم. ونزل زين متأخر ساعة كاملة. هو احنا فينا من لعب العيال ده؟ نعم. انت ازاي تكلمني كده؟ يعني ما رنتيش عليا علشان استقبل معاكي الفوج يا نور؟ سبتيني يروح عليا نومة. محدش قالك تنام، وانا مش الدادة بتاعتك على فكرة. اللهم طولك يا روح.
طيب فين الفوج؟ طلعوا على اوضهم. وعلى فكرة، ابوك لبسنا. يعني ايه؟ مش فاهم. الفوج كله مصري، مفيش حتى اجنبي واحد. نعم؟ ازاي يعني؟ اه والله، انا حاسة اننا لسه هنشوف مفاجآت تانية كتير قوي. استرها يا رب. طيب ايه اللي جاي؟ الفوج معاه ساعتين وينزل ناخد جولة في القرية ونشوف بقى ابوك هيعمل فينا ايه تاني. ايه يا ابوك كل شوية دي؟ ما هو عمك كمان، ولا انت ناسية؟ لا مش ناسية. ويلا روح شوف اللي وراك لحد ما الفوج ينزل. انت هتتساير معايا؟ هتساير؟ لا يا ستي، مش هتساير ولا حاجة، سلام. الو. ايوه يا نور. ايه اخبار الفسحة؟ فسحة ايه بس؟ دي حاجة استغفر الله العظيم يا رب. ايه في حاجة حصلت؟ لا مفيش، بس شكله هيبقى فيه. طب ما تحكيلي. هبقى احكيلك، بس انا دلوقتي عايزة اروح اكل الاول. قوليلي انتي، مفيش جديد عندك؟ لا بس شكل عمك وباباكي متفقين عليكم في السفرية ديت. لا ما هو باين. يلا انا هروح اشوف الدنيا وارجع ابقى اكلمك. باي. وقفلت ريم مع نور، والنور راحت علشان تاكل في المطعم، ولقيت زين جه يقعد معاها. على فكرة يا نور، انا حاسس ان في طغينة علينا. طغينة يعني ايه؟ مش فاهمة. يعني ابويا وابوكي عاملين حوار علينا. واخدة بالي على فكرة، مش محتاجة تقولي. طب ما تيجي احنا كمان نعمل عليهم حوار. وده ازاي بقى ان شاء الله؟ هحكيلك، بس تعزميني على قهوة الاول. قهوة في عينك، يا تقول يا تسيبني اكمل اكل. تصدقي بالله انا غلطان بجد اني بعبر واحدة زيك كده. يكون احسن. قال ايه؟ عايز يعمل اتفاق معايا انا. وعلى مين؟ على ابويا وابوه. تعالوا قبل ما نكمل نعرف ايه اللي بيحصل. نور وزين ولاد عم، وزي ما احنا شايفين بينهم عداوة رب السما. والعداوة ديت ما ظهرتش في يوم وليلة، لا ده من صغرهم، من الحضانة تقريبا، لما كانوا بيتخانقوا على اللعب. ولما كبروا شوية بقت مين يجيب درجات احسن. بما ان نور بنت وحيدة لباباها ومامتها، لما بقيوا في ثانوي كان اي حد يقرب من نور زين يمسكه يضربه، وما يسيبوش غير وهو بعيد عن نور، باعتبار ان زين هو راجلها ولا يمكن ليسيبها ابدا. ودخلوا نفس الكلية، وكل واحد بقى يتسابق مين هيكون الاول على الدفعة. واللي فازت في الحرب ديت هي نور، لما طلعت الأولى على الدفعة. وكل واحد فيهم اشتغل مع بابا زين في شركة عقارات. بالمناسبة الشركة دي شراكة بين بابا نور وبابا زين، والأبين مش شايفين غير نور وزين متجوزين رغم كل الصراعات اللي بتحصل ما بينهم ديت. تعالوا نلحقهم في الفندق ونشوفهم هيعملوا ايه مع الفوج السياحي. دلوقتي احنا هنبدأ ناخد جولة في القرية كلها، وبالليل هيكون عندنا سهرة بين الجبال، وان شاء الله هتعجبكم. وبكرة الصبح هنبدأ رحلة نزور كل القرى اللي جنبنا. وكمان هنبدأ نتفق على العقارات اللي حضراتكم عايزينها مننا من الشركة. لا دي حاجة تخنق. ايه ده؟ هو استاذ زين زعل من حاجة؟ لا، هو كده دايما. خليكم معايا انا احسن. طب هو مش انتم المفروض مع بعض يعني؟ اصل بصراحة احنا مش هنحب رحلتنا تكون خناقات ما بينكم كده، احنا جايين هنا نستمتع ببلدنا. لا يا فندم، ربنا ما يجيب خناق ولا حاجة. هو بس متضايق شوية. انا هروح اتكلم معاه ونيجي على طول. انت ازاي تسيبني وانا بتكلم؟ زي ما انت قطعتيني في الكلام وانا بتكلم. لا ما حصلش. نور، احنا هنا في شغل مع بعض، اشتغلي عدل والا. للأسف ما فيهاش وإلا، لأن الفوج اتكلم على مشاكلنا. مضطرة أجل عداوتي معاك علشان الدنيا بس تمشي. يا ريت بس، ويا ريت ما ترجعيش في كلامك وتكبري وتعقلي كده. طب يلا علشان نبدأ الرحلة العظيمة بتاعت النهاردة. يلا يا اختي. تبطل كلمة يا اختي وتتكلم عدل. يوه، احنا لسه بنقول ايه؟ خلاص يلا. احنا بنعتذر لحضراتكم طبعا على اللي حصل دلوقتي، ونقدر نبدأ في رحلتنا. وبدأوا فعلا الرحلة، وهم كل واحد فيهم بيحاول ما يتخانقش مع التاني على قدر الإمكان. دلوقتي احنا هنمشي من هنا علشان في كذا بازار. لا هروح من هنا أحسن. وانا بقول هروح من هنا احسن. لا هروح من هنا. وانا بقول هروح من هنا يا نور. لا من هنا يا زين. ايه ده؟ هم راحوا فين؟ ايه ده؟ دول سابونا ومشيوا. ما علشان قلة عقلك هقول ايه بس؟ وليه ما يكونش علشان انت عايز تفرض سيطرتك علينا؟ انا عارف هي رحلة مش معدية، سيطرة ايه؟ ده شغل يا نور. تعالي نروح نشوف الناس راحوا فين. احنا لقيناكم بتتخانقوا، قلنا نيجي ناكل احسن لحد ما تخلصوا خناق. خناق ايه؟ ربنا ما يجيبش خناق يا فندم، احنا كنا بنتناقش بس. طبعا احنا خدنا بالنا. وبعدين هو مش المفروض دلوقتي في سهرة؟ مظبوط يا فندم، احنا هنبدأ نتحرك على هناك حالا. وبدأوا يتحركوا مع الفوج لوسط الجبال
لحفلة بالليل اللي متجهزة، وطبعا فضلوا يتخانقوا كل شوية مع بعض لحد ما كل الناس زهقت منهم ومن مشاكلهم على الأكل، يتخانقوا في أي وقت خناق لحد اللي حصل. يا زين يا زين. يا ماما عايزة انام. ماما ايه؟ قوم يا زين، أنا نور. نور انت بتعملي ايه في اوضتي؟ أوضة ايه؟ قوم بص احنا فين. يا نهار مش معدي، ايه اللي حصل؟ احنا فين؟ احنا نمنا هنا ازاي؟ أنا مش عارفة ازاي، والناس راحوا فين؟ الفوج السياحي لحسن يكونوا تاهوا، دي مصيبة. تاهوا ايه بس يا زين؟ ركز. ما انا بصراحة كده عايز اشرب قهوة علشان اعرف اركز. أيوة صح، هو ده. ايه لقيتي قهوة؟ يوه، قهوة ايه؟ لا بس احنا امبارح اخر حاجة شربناها عصير اللي السائح المعترض ده على طول معانا، هو اللي ادهولنا. ايوه صح، يا نهار. ابوكي. ابوك؟ عملوها فينا ولاد اللعيبة، متفقين مع النزلة. وتلاقي ولا في عقارات ولا حاجة. بس هنرجع ازاي دلوقتي؟ الحقي بص هناك سايب لنا عربية علشان نرجع بيها. لا كتر خيرهم الحقيقة، واحنا هنعرف نرجع ازاي بقى؟ دي الصحراء كلها شبه بعض. مش عارف، احنا حوالينا كلها صحراء جرداء فايحاء. بالذمة ليك نفس تهزر؟ مش احسن ما تشل؟ طب تعالى كده نشوف العربية دي فيها ايه ونقعد فيها لحد ما ربنا يدبرها. الحقي انا لقيت اكل. وانا لقيت قهوة ومية، دول عاملين حسابهم على كل حاجة. طب ايه، هنفضل هنا ولا نمشي؟ هنمشي نروح فين بس؟ هنفضل لحد ما يبعتولنا حد ينقذني، قصدي ينقذنا. طب نور، انا كنت عايز اقولك على حاجة. قول. انا تعبت. لا لا، الله يكرمك، مفيش حد يعالجك هنا. لا يا ستي، انا قصدي ان انا تعبت من خناقنا. ومين سمعك؟ انا كمان زهقت. طب ايه رأيك نعمل معاهدة سلام، نتصافى لبعض يعني؟ انا اصلا صفيالك من زمان، انت اللي على طول تنكش فيا. طيب يا ستي حقك عليا، انا اسف. زين بيتأسف؟ ازاي؟ ايوه يا نور، انا اسف. واقولك على حاجة كمان، انا اصلا بعمل كل ده علشان بحبك. ايوه بحبك، بناقر فيكي من حب ليكي اصلا. يا سلام، وهو اللي يحب حد بيعمل فيه زي ما انت بتعمل فيا كده؟ علشان غبي وبحبك وعايزة اتجوزك يا نور. وانا موافقة، ما شكلي كده انا كمان بحبك. وكلامنا ده بس هيفيد بايه واحنا هنا؟ ابويا وابوكي حبسونا في الصحراء. وفي الوقت دوت يسمعوا صوت طالع من العربية بيقول لهم: ما تقلقوش يا ولاد، حالا هنبعت نجيبكم، وهتيجوا هتلاقوا المأذون مستنيكم علشان نكتب الكتاب بتاعكم قبل ما ترجعوا في كلامكم وتطلعوا عينينا تاني. وبكده نكون خلصنا قصة النهاردة. لو عجبتكم قولولي في الكومنتات واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك، واستنوني في قصة جديدة من حكايات مريان. بحبكم، باي.